ازاي تقتل الوحدة. من المؤسف ان انسان يكون موجود معانا في الحياة عمال يتنقل من حزن لحزن، من حزن لحزن، مفيش فرح ولا سعادة دايما في حياته، عايش ايام سودة وعايش ايام الاكتئاب كلها في حياته، ودايما تلاقي وجهه هو مطفي ووجه الناس اللي حواليه منورة بسبب الاكتئاب والوحدة اللي هو فيها، دايما فاقد الشغف، ودايما مش عايش حياته مع انه المفروض يقضي احلى ايام في حياته. بس للأسف الناس ما بتقدرش ده. أهم كنز ربنا رزقه فينا في الدنيا بتاعتنا هو الوقت. الوقت ربنا رزقنا بيه عشان نقدره، مش علشان نضيعه في حاجات تافهة أو عشان نضيعه في فقدان الشغف. فقد الشغف ممكن يخلق لنفسه شغف من غير ما يعلم. ازاي يخلق لنفسه شغف من غير ما يعلم؟ اقول لك أنا. يخلق لنفسه شغف ان هو يعمل الحاجة اللي بيحبها حتى لو هو مش عايز يعمل كده، بس هو لازم يعمل كده عشان يرجع الشغف لنفسه. مع ان المفروض ان البني ادم عشان يكون عايش اجمل حياته واجمل ايام حياته ان هو ما يكتمش مشاعره في قلبه، يفضفض بيه على طول. في مثال يقول لك عيب الراجل يشكي، ماشي، عيب الراجل يشكي ماشي، بس لازم في الدنيا بتاعتنا دي قابلتك مصيبة، قابلتك حاجة فقد الشغف فيها، حزين، مكتئب، لازم تفضفض بده، لازم تطلع اللي جواك، هتربي نار جواك، النار تكبر 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 لحد ما تصبح جهنم من جواك انت، وفي الاخر اللي هيتضر انت، وانت اللي هتكون دايما بني ادم قبيح من الحزن، مليان حزن ومليان اكتئاب ومليان هم بسبب ان انت بتعمله في نفسك، مع انك انت مش عارف انت بتعمل ايه، بس انت اللي بتعمله في نفسك انت اللي ضيعت نفسك. مفيش حد في الدنيا يقدر يضيع حد غير نفسه. النفس وحشة وجميلة، بس وحشة في حالة الإنسان لما يستخدمها في الشر ويستخدمها في الحزن ويستخدمها في التفاهة، وحلوة لما الإنسان يدرك بقيمتها ويعرف يستغلها في مستقبله. مفيش حد في الدنيا دي ينفعنا غيرك انت، ما غيرك انت الشخصية المهمة في العالم ده كله، وربنا خلق العالم ده كله لاجلك انت يا انسان. فانت ما تقولش ان انا ليه اتخلقت، ما تقولش انا ليه حزين، ما تقولش انا بتعب، الايام سودة، انا عايز اموت، ده كله غلط، ده كله اصلا حرام. ربنا لو كانش عارف بقيمتك ما كانش خلقك، ولقد كرمنا بني ادم. وربنا خلق ده كله ليك انت، وعمل ده كله ليك انت عشان بيحبك، واللي بيحبك يعمل اي حاجة عشان بس انت تتبسط او تكون مقدر حبه ليك.